السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. نتمنى لكم ان شاء الله عواشر مباركة، تصوموا بالصحة والسلامة ان شاء الله. اليوم غادي نقتسم معكم هاد التشكيلة ديال البريوش بعجينة واحدة وطريقة بسيطة وسهلة. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. اذا على بركة الله غادي نوجدوا اولا الكريمات اللي غادي نستعملوا. اول حاجه غادي نوجدها هي العجين ديال الكاوكاو. غادي ناخذوا واحد 100 غرام ديال الكاوكاو البلدي، غادي نحيدوا له القشره، نحمروا ونحيدوا له القشره ونطحنوه مزيان مع 2 معالق ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الزبده. من الاحسن تكون زبده ممتازه. غادي نطحنوه مزيان حتى كيولي عجينه، يعني حتى كنقدو نشكلوه على هذا الشكل هذا. وعندي كذلك الكريمه ديال كريم باتيسير الغني عن التعريف. كلشي كيعرف يوجدو، غير هنا انا ضفت له واحد الاضافه، واحد القطيره ديال ماء الزهر. هذا عندي مركز. اذا كان عندكم العادي يعني داك ديال القرعه الكبيره ممكن ديروه غير معلقه صغيره، او لا غير نص معلقه صغيره على حسب التركيز ديال ماء الزهر اللي عندكم. بالنسبه للكريمه ديال الحامض درت هنا كاس ديال البرتقال او لا الليمون، ودرت كاس ديال الماء فيه نص كاس ديال الحامض. غادي ندير تقريبا هنا واحد 3 المعالق ديال السكر وجوج معالق ديال المايزينا او لا النشا. هنا ما بغيتوش يجيني حامض، اللي كيفضل الحامض يقدر يزيد اكثر. غادي نديرو فوق البوطه حتى كيعقد على هذا الشكل هذا. كنخلطو مزيان دائما باش ما يديرش ديك الكويرات، حتى كيكون باش كيكون الملمس ديالو رطب كما كتشوفوا معايا. هنا باقي سخون، راه من بعد غادي يزيد عاد يعقد. صافي غادي نغطيوه ونحتفظ به في الثلاجه حتى نبغي نستعملو. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو نص لتر ديال الماء دافي، غادي نزيدو معاه كاس ديال العنبه، يعني هنا تقريبا نص لتر وكاس ديال العنبه ديال الماء، نص كاس ديال السكر، 2 معالق كبار ديال حليب بودره او حليب مجفف، ومعلقه كبيره ونصف ديال الخميره ديال الخبز. غادي نخلطو مزيان مزيان حتى كتذوب الخميره. وعاد غادي نزيدو كاس ما عامرش، يعني كاس قل ربع ديال الزيت، واحد القشره ديال البرتقاله محكوكه، وكنبقاو نضيفو الطحين هنايا غير شويه بشويه. الطحين راه مغربل من قبل. صافي كنبقاو نضيفوه شويه بشويه. هنا كنخدمو غير الفوي، من بعد عاد غادي ندلكوه يعني حتى كتقال العجينه. صافي في هذه المرحله غادي نضيف شويه ديال الملحه وواحد ساشي ديال الخميره ديال الحلوى من وزن 8 غرام. هنا العجينه راه بدات تقال، اللي عنده العجانه يستعملها، اللي ما عندوش يدير واحد شويه ديال الزبده في ديروا شويه ديال الزبده في يديكم وبقاو هكا كتدلكوها حتى كتدلك مزيان. مع هي خفيفه راه دغيا دغيا كتدلك. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، رطبه وخفيفه بزاف. غادي نغطيوها ونخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. صافي بعد ما خمرت انا غادي نقسمها هنا على 4 ديال الاشكال. الشكل الاول غادي نديروه في ليمون، غادي ندير غير واحد كويرات هكا صغيورين وغادي نديرهم بدوك ليمون. طبيعه الحال راه غادي ندهنهم قبل بالزبده والطحين. ونخليهم يخمروا. بالنسبه للشكل الثاني هنا غادي ندير واحد الشكل يعني ساهل. هنا كما شفتوا راه ورقت هذيك العجينه وطويتها على 4، درت شويه الزبده في وسطها وطويتها على 4 باش تعطيني هكا شكل مستطيل. غادي نعمرها بالشوكولات. صافي عندي الشكل الثاني حتى هو درت له نفس الطريقه ديال الاول، يعني درت له الزبده وطويته بحال شكل مسمنه. غادي ندير هنايا شويه ديال الكريمه ديال الماء الزهر، وغادي نرش بشويه ديال حبيبات الشوكولاط والزبيب. هنا غادي نقطعها عادي غير هكا، غير نطويوها ونقطعوها بهذا الشكل هذا ساهله. وهذه غادي نديرو فيها الكريمه ديال الحامض باش تجي مختلفه على الاولى درنا فيها كريمه ديال الزهر وهذه درنا فيها كريمه ديال الحامض. غادي نديرو هنايا غير حبيبات الشوكولاط وغادي نلويو باش غادي نخرجوا واحد لي شنيك صغيورين.
صافي غادي نقطعوهم بواحد الخيط. من الاحسن انا كنفضل اللي شنا كيتقطعوا بالخيط، كيجيو ساهلين وكيجي شكل مقاد. صافي بقى لنا الشكل الاخير كرواسون، غادي نعمروه بالعجينه ديال الكاوكاو. كنديروا واحد الكويره صغيره على حسب القياس ديال الشكل اللي درتو. صافي غادي نلويو عادي. ناخذوا صفر بيضه، غادي نزيدوا معاه واحد نقيطات ديال الخل، وغادي ندهنوا الشكيلات اللي وجدنا. الفران غادي نكونوا مسخنينه من قبل مزيان، وغادي ندخلوهم يطيبوا على نار مهيله حتى كيتحمروا بهذا الشكل هذا. بالنسبه لهذوك اللي درتهم في ليمون راه كان عمرتهم بالكريمه ديال الحامض وزينتهم بشويه ديال السكر كلاصي. الشكل اللي قدمت معكم هو هذا، كيجي رائع في المنظر ولذيذ حتى في المذاق. نتمنى ان شاء الله تجربوه وين الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو باش تشجعوا القناه، واللي اول مره غادي يدخل الى عجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك. ودمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.